الشعب اليمني والمواطن اليمني شعب من خارج الكوكب. ليش؟ كثير من تجار الدول العربية والإسلامية مع حلول شهر رمضان المبارك يعملوا تخفيضات هائلة تسهيلا للمواطنين عشان يتقضوا لرمضان ويعيشوا أجواء رمضان، إلا عندنا باليمن مع حلول الشهر الكريم هذا فرصة للتجار عشان يبنوا ثروات مهولة من ظهر المواطن المسكين. الغاز يختفي وسعر الدب الغاز تتدبل، البترول يختفي، المواد الغذائية تتدبل أسعارها، كل شيء نار داخل البلد هذه. أمانة كل شيء نار نار. الأسعار جنونية لدرجة إن المواطن ما عاد يفرق بين شعبان ورمضان وشوال وبقية شهور السنة، صار الوضع واحد. المواطن ما عاد يفكر والله بروح اتقضى رمضان، يا الله اوفر قوت يومي للايام العاديه. فعندنا باليمن استغلال هذه المناسبات من قبل التجار واصحاب اللي لهم يد في هذا الموضوع عشان يبنوا ثروه هائله، لا يرحموا مسكين ولا يرحموا فقير ولا يرحموا هذا الشعب المغلوب على امره امانه.